طبيعة بشرية، كلنا بنحب الفلوس، دي حاجة تمام. ولكن في واحد الطمع بيعمي، تمام، وفي واحد طماع بس بعقل. هنا الفرق. تمام. في واحد طماع بس بعقل، اللي هو لا انا انا عايز فلوس كتير، وعايز اجيب عربية، عايز اجيب فيلا، بس بشغل دماغي. تمام. وفي واحد تاني انا عايز فلوس وخلاص باي طريقة وبسرعة. فطبعا ده اللي بيقع يعني تحت بقى النصابين وتحت المنصات اللي هي بالايه بالشكل ده. فطبعا الشباب لازم يحصل فيه توعية للشباب، وطبعا يحصل للاهالي الكبار برضو. وبالمناسبة انا عايز اقول لحضرتك برضو على حاجة كده مهمة جدا، يعني لابهاتنا ولاجدادنا والناس الكبيرة في السن. برضو دلوقتي بيحصل مشكلة يا جماعة، كل شخص عنده فيزا للمعاش او فيزا بتاعته، اي مكالمة تليفون تيجي لحضرتك يقول لك الفيزا هتقف، وعايزين بيانات الفيزا او بياناتك ما تديهالوش اطلاقا. دي برضو من طرق النصب اللي بتحصل، سمعنا عنها مؤخرا وانتشرت. تمام. ان النهارده الناس الكبيره في السن هنا بقى، بص يا فندم، الموضوع كله نفسي من الدرجه الاولى. نفسي من الدرجه الاولى. منصات والمستريح بيلعب على ايه؟ بيلعب على الحب، الفلوس الزياده والطمع، ان انا عايز فلوس بسرعه، دي نفسيا. طيب بالنسبه للفيزا، الناس اللي بتتصل بالناس الكبار في السن بيلعب على ايه؟ على خوفه من ان المعاش يقف او الفيزا تقف، او انه مش هيقدر يوصل لها. فيقول له ايه، خلي بالك الفيزا هتقف، فالمعاش هيروح عليك، فمش عارف كذا. فطبعا الناس الكبيره بتقلق، لان هو ده الفلوس اللي الدنيا فوق دماغه انها تحصل مأساة. فبيحصل ايه؟ فلما بيحصل له حاله الخوف دي كده، تمام، فيبتدي بقى الادرينالين يتفرز في جسمه. هو هنا عقله مش شغال بقى، هنا في اللحظه ديت عقله مش شغال. فالشخص التاني ده هيقول له هات كذا، هيقول له هات رقم كذا، اتفضل هات مش عارف ايه. تمام. فاحنا عايزين ننصح كل الناس الكبيره ديت، البنك ما بيتصلش بيك بالتليفون يطلب بيانات في التليفون، ده ما بيحصلش خالص. تمام. ولو البنك طلب منك تحديث بيانات بيقول لحضرتك شرفنا في البنك في الفرع، مفيش حاجه اسمها تحديث بيانات في التليفون، ما بتحصلش. تمام. فده كده بشكل عام يعني الموضوع. تمام. طيب ايه البديل؟ مم. يعني ايه البديل لشاب مثلا معاه مبلغ صغير؟ دايما بنحس انه المبلغ ده مش هيعمل حاجه. مبلغ صغير مفيش منه فايده، هيتصرف مني. يمكن اكتر حاجه بنفكر فيها، واحنا يعني مش هنقول مستثمرين لكن بنحاول، واحنا يعني نسبه كبيره. تمام. انه مثلا هشتري ذهب، هشتري مثلا سبيكه صغيره. حلو. دي اقصى طرق ان احنا اللي بنفكر فيها. هدخل جمعيه. هل في اكيد في الثقافه الماليه ما يشجع على الاستثمار، وان انا اعمل فلوس واعمل مجهود والاقي مقابل لو المبلغ اللي معايا مبلغ صغير؟ حلو قوي السؤال ده ومهم جدا. تمام. خليني اوضح لحضرتك، اكيد طبعا في طرق، بس خلينا نجيب الموضوع من ايه، من جذوره زي ما بيقولوا كده. تمام. لان اللي هو ايه، انا عشان اوصل للحل لازم اوصل للسبب، لكن طول ما انا ايدي مش على السبب مش هعرف ادي الحل الصح. تمام. وهعالج اعراض بس. السبب هنا رقم واحد وهو العقلية، طريقة التفكير اللي حضرتك لسه قايلاها. ودي حاجة احنا بالفطرة اتولدنا عليها، بالفطرة، ان احنا المبلغ الصغير ده مش هيعمل حاجة، مش هيكبر، مش هعرف اعمل منه فلوس، ان انا لازم علشان اعمل فلوس كتير لازم يبقى معايا فلوس كتير. ده الفكر اللي عند معظم الناس اللي هو ما عندوش ثقافة مالية. تمام. فخلينا نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم كده، التفكير ده غلط تماما. لو انت فضلت مقتنع بالحتة دي، تمام، صدقني انت لو بقى معاك $1,000,000 النهاردة مش هتعرف تكسب جنيه واحد من $1,000,000 لو انت الفكرة دي مترسخة عندك. فيبقى احنا رقم واحد لازم نشيل الفكرة دي. تمام. ونقتنع ان انا لو معايا فلوس صغيرة اقدر ان انا اكبرها واعمل رقم محترم. مش عايز اقول بقى الاكتر من كده يا فندم، ان انا والله لو معيش ولا جنيه في جيبي اقدر اعمل فلوس. احنا في عصر النت وفي عصر التكنولوجيا، وانا على المستوى الشخصي وانا صغير عملت ده. انا عملت فلوس من غير فلوس. مش بتكلم بقى للشباب كلام كتب، عشان الشباب يقول لك انت بتكلمنا كلام نظري وكلام كتب وكلام. لا انا حبيبي، انا مريت بكل اللي انت فيه ده، انا مريت بيه. فانا جاي بقول لك انا عملت فلوس من غير فلوس، وبعدين اتعلمت ازاي لما يبقى معايا بقى فلوس اكبر الفلوس. خلي بال حضرتك. فخليني ادي لحضرتك مثال صغير عشان ما اطولش على الناس ويتوهوا مني. تمام. النهارده انا شاب بسيط بقبض مرتب بسيط جدا، مثلا 3000 جنيه في الشهر، صح؟ ماشي.
انت بتصرف على القهوه كام كل يوم؟ مش هقول لك الرقم اللي انت بتصرفه، حلو، بس انا عايز اقول لحضرتك انا مش عايز منك مثلا غير 500 جنيه بس. كتير؟ 500 بس؟ لا كتير. مثلا هقول لحضرتك انا مش عايز منك غير 200 جنيه بس، ايه رايك؟ كمان؟ بكلمك بجد والله، 200 جنيه بس، مش عايز منك اكتر من كده. حلو. طيب. تمام. حلو، ال 200 جنيه الحلوين دولت، تمام. انت دلوقتي هطلب منك حاجه صغيره، تقعد كده على النت او تفتح شات جي بي تي الجميل ده وتقول له انا عايز منتجات عليها طلب كبير قوي وسعرها رخيص. منتجات ايه عليها طلب كبير وسعرها ايه؟ رخيص. وسعرها رخيص. حلو. على سبيل المثال مثلا الاكسسوارات بتاعه الموبايل، زي مثلا الجرابات مثلا. تمام. الجرابات، جرابات او سماعه او ميداليه، الحاجات البسيطه دي. تمام. الاكسسوارات دي يا فندم او الجراب اللي حضرتك مثلا بتروحي تشتريه من المحل ب 50 جنيه، انا مش عايز اقول لحضرتك ان هو جملته في حوالي 10 جنيه 15 جنيه. حاولي تستوعبي معايا بقى. تمام. فانا لو خدت ال 200 جنيه دول مثلا ورحت للراجل بتاع الجمله ده مثلا، وطبعا احنا في بقى اللي هو العتبه والموسكي والمنشيه في اسكندريه، اماكن الجمله معروفه يعني، مش محتاج اقول لك عليها. تمام. اماكن الجمله معروفه. بالظبط كده. وانت لو دخلت على جوجل وقلت له فين اماكن بيع الحاجات دي جمله هيقول لك. تمام. فانا لو رحت مثلا اشتريت مثلا 20 جراب، الجراب ب 10 جنيه بال 200 جنيه بتوعي، حلو الكلام. 200 جنيه واشتريت كام؟ 20 جراب. 20 جراب. حلو. دخلت انا على الفيسبوك، في حاجه اسمها ماركت بليس على الفيسبوك، ده بعرض عليه اي منتج انا عايز ابيعه، بحط الصور بتاعته، بحط السعر وبحط الوصف. حلو. وفي مواقع تانية موجودة على النت اقدر ان انا اعرض عليها المنتج ده ببلاش، واقدر ان انا اعمل صفحة فيسبوك صغننة كده، تمام، واحط عليها فيديوهات للصور دي. صح؟ صحيح. فانا المصادر اللي انا قلت لحضرتك عليها في التسويق دي محتاجة مني جنيه؟ مش محتاجة مني ولا جنيه. صح؟ انا كده سوقت من غير ما ادفع فلوس خالص. من غير ما ادفع فلوس خالص. ال 200 جنيه اللي اشتريت بيهم الجرابات. صح؟ تمام. ومعايا الموبايل بتاعي الجميل، صورت بيه الجرابات صور حلوه كده وحطيتها. تمام. وهقول لحضرتك مش هنبيع الجراب ب 50 جنيه زي السوق، عشان احنا عايزين نكسب بسرعه، وركزي معايا في الحته دي، عايزين ايه؟ نكسب بسرعه. هو ده الهدف. صح؟ فاحنا هننزل بسعر منافس. الجراب ده بيتباع في السوق ب 50 جنيه، حلو، انا هبيعه ب 30 جنيه. حلو. يبقى انا كده ايه؟ نزلت انافس بالسعر، فهحرق السعر بسرعه والبضاعه بسرعه. هنا بقى كده انا كسبت كام؟ انا جايبه ب 10 وهبيعه ب 30، 20 كسبت 200%. 20 جنيه دي يعني 200%، دي حاجه كبيره يعني. ال 10 جنيه انا كسبت 200، فانا كسبت 200%. فلما هبيع ال 20 جراب يبقى معايا كام؟ هيبقى معايا 600 جنيه. بقى معايا كام؟ وانا اصلا حاطط 200 جنيه. وانا حاطط 200 جنيه. صح؟ النهارده في عصر النت والتكنولوجيا والحاجات دي، مش انا ممكن، انا اسف يعني، ممكن في ساعه زمن الناس مثلا تخش تلاقي الاوفر ده حلو يشتروا ال 20 جرام؟ ممكن جدا. ممكن في يوم.